ومعنا للتعليق على هذا الموضوع الكاتب الصحفي محمد القدوسي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا. تعليق حضرتك إيه على الحدوتة دي؟ والله يا حدوتة زي ما بتقول كده، حدوتة في زيت ملتوتة وحدوتة لطيفة. وأعتقد أن السيد محافظ الوادي الجديد المستقيل بين قوسين أعتقد أنه سيجد منصبا أرفع لما السيسي يتم تعيينه رئيسا للجمهورية، لأنه احنا مش بصدد أي انتخابات خالص. دي كل ده يعني ده كده فيلم هندي معمول. وأنا مرة أخرى سأذكر كل الناس بالعنوان اللي تصدر صحيفة الأخبار اللبنانية، بعتبره أكثر عناوين عبقرية وتعبيرا عن الحالة المصرية الآن. الرئيس يترشح. لما السيسي اعلن ترشحه قالوا الرئيس يترشح، خلاص خلصت القصه. وان اللي عمله محافظ الوادي الجديد النهارده هو اطلاق الافعال. حتى ولما يجي يقول لك ده صديقي بقى له 12 سنه، يا سيدي في كده الناس المصريين ولاد البلد يقول لك صاحبي وصاحبك على القهوه، بس في قانون. انت بقيت محافظ، ومحافظ ده منصب من مناصب الدوله له استحقاقات. هذه الاستحقاقات منها جزء قانوني ومنها جزء تنظيمي ومنها جزء اخلاقي وقيمي ايضا، وهذه الاستحقاقات ينبغي الوفاء بها جميعا. فلما تيجي سيادتك تخل بهذه الاستحقاقات ما تقوليش اصل الراجل ده صاحبي. ان هي ايه المحسوبيه الا كده؟ ما هي المحسوبيه هي كده، ان انا اجي اقول لك تقول لك ده صاحبي، ده ابني، ده ابن اخويا، ده جاري. ما اللي سيادتك عملته ده اسمه المحسوبيه. دي نمره واحد. نمره اتنين، دعنا نشك في كل التوكيلات التي تحررت تحت ولاية هذا الرجل. ده لو احنا بنتكلم كلام بالمظبوط. اذا اطلاق الافعال بذرائع هي نفسها غير صحيحة وغير قانونية ليس له مسمى الا العربدة. لما اجي اقول لك والله انا عملت كده اصل احنا اصحاب، اصل الراجل ده بيني وبينه 10 12 سنة، ده اسمه عربدة. وفي المقابل انا بس عايز اقارن الصورتين ببعض. النهارده لما يجي اسمع تصريح رئيس الوزراء ابراهيم محلب وهو بيقول لك ان كل واحد حتى هيتبنى افكار الاخوان او هيشتغل في الاطار الواسع بتاع عمل الاخوان فاحنا هنعتبره ارهابي، فده حجر على الضمائر والافكار ليس له اسم الا طيب. محكمة التفتيش. طيب. عفوا. اذا انا لا هقول بس الجملة في اخرها. اذا انا بصدد سلطة تتيح لنفسها حق العربدة وتفتش في ضمائر الناس أو في ضمائر الشعب ثم تدعي أنها حكومة ديمقراطية. طيب يعني هو الرجل اللواء محمود خليفة محافظ الوادي الجديد المستقيل قال ان انا ده صديقي من عمر طويل، وهذا من الممكن ان نعتبره البعض نوع من الوفاء، يعني اخلاقيات. انت حضرتك بتقول اخلاقي وقيمي. غير صحيح. غير كل حاجه ولا ده مش مكانه يعني. خلي بالك ان كل حاجه ولها قيمها، حتى العصابات لها قيمها. يعني افكر كده الناس في فيلم لطيف اسمه الشيطانه التي احبتني، فيلم لطيف جدا بتاع محمد صبحي ويوسف داوود وبتاع. ان يوسف داوود اللي هو زعيم العصابه او شيخ المنصر الكبير لما انضم اليهم الضابط المفصول محمد صبحي او الضابط الضابط الذي تظاهر بانه مفصول زي المحافظ الذي تظاهر بانه مستقيل كده بالظبط، لما انضم للعصابه فقال له انا عايز اقول لك الوصايا العشر، وبدأ يقول له الوصايا العشر انه الكلب ما يعضش ودن اخوه، وان الحرامي ما بيسرقش في حارته. كمان العصابات عندها قيم، لكن هل هذه القيم قيم محترمه ولا لا؟ قيمه ان اصل ده صاحبي دي احدى قيم المحسوبيه. طب من الناحيه القانونيه هو هناك من الفقهاء الدستوريين من لا ينكر عليه هذا الحق القانوني والدستوري. انا عندي واحده فقيه، انه حتى لو هو محافظ من الممكن يحصل على يحرر توكيل. انا عندي واحده فقيهه دستوريه برضو او هكذا يسمونها، يعني قالت ان السيسي يقدر يترشح وهو لابس البدله الميري، مفيش اي مشكله خالص، ومفيش حاجه في الدستور بتعمل كده. هم عاملين دستور اول سايز، يعني دستور كل المقاسات كده يكفيك وانت من وانت صغير قد كده حلو كده عندك 5 سنين لغايه ما يبقى عندك 100 سنه ما اقولش لا. نسمع راي الدكتور حمدي طيب استاذ محمد، هو الفريق احمد شفيق بيقول العمليه ملعوب فيها يعني هل انت شايف ان موضوع اللعب في العمليه ده؟ أنا أؤيد الفريق أحمد شفيق حقيقة، وأضم صوتي لصوته وأقول العملية ملعوب فيها. يعني الحقيقة أول مرة تؤيد أنت لا لابد نؤيده في الحق. الحق يعني ينبغي أن يكون الحق بغيتنا. فالراجل قال إن العملية ملعوب فيها، وأنا بأكد بس في نفس الوقت بعد كده طب هو بعد كده يعني صحح تقريبا يعني أو عدل هذا الكلام ودعا أنصاره في حزب ان هم يعني يحرروا توكيلات. مصحح الكلام ليه؟ العمليه ملعوب فيها برضه يعني ما هو يعني هم قالوا له العب في الحكايه برضه اللي انت قلتها، فقام لعب فيها برضه هو سيادتك. طيب
طيب استاذ محمد، احنا بنتكلم دلوقتي على انه هذا مخالف للقانون. من يحكم إن إذا كان ده شيء قانوني أو غير قانوني؟ أما مثلا الأستاذ حمدي قال لنا إن وزير التنمية المحلية غير مخول بالتحقيق أساسا مع محافظ هو على نفس درجته السلطوية أو المسؤولية، على درجة نفس المسؤولية. لو تفتكر يا أستاذ أيمن، في كثير من المواقف ونحن على هذه الطاولة كنت بقول لك يا ريتهم عارفين يطبخوا كويس، يا ريتهم عارفين يزوروا كويس، يا ريتهم عارفين يلفقوا كويس. هؤلاء لا قوة لهم ولا اقتدار، يعني لا هم عارفين يبقوا شغالين بشكل قانوني صحيح، هذه القوة، قوة القانون أو قوة الحق، ولا اقتدار لهم ولا براعة لهم، لا في التزوير ولا في التلفيق ولا في، وكل واحد مش مذاكر الورق اللي في ايديه، شايف هو صلاحياته. بس على العكس هناك من يرى غير ذلك، ان هذا الموضوع الذي تنظر اليه انه تمثيليه، لا، هي من الممكن حتى لو كانت تمثيليه انها تخيل على الغرب مثلا، او على كاترين اشتون اللي هي بتراقب، او على الاتحاد الافريقي لما تشوف ان في محافظ جه يساند الرئيس المحتمل فأقلوه وأجبروه على الإقالة وبيحققوا معاه. أنا بس عايز ألا يكون هذا مقنعا أن الانتخابات الرئاسية القادمة فعلا من الممكن تكون نزيهة؟ الأول حكاية كاترين أشتون، هذا انقلاب كاترين أشتون وأوباما وتل أبيب، هذا الانقلاب قاده هؤلاء الثلاثة. عبد الفتاح السيسي ده جزء من الادوات التنفيذيه، عبد الفتاح السيسي ومن معه دول جزء من الادوات التنفيذيه الداخليه المحليه مش اكتر. لكن كاترين اشتون هي قياده ضالعه في الانقلاب. كاترين اشتون مش محتاجه حد يقنعها انها تقف جنب الانقلاب ولا ضده. دي نمره واحد. نمره اتنين، علشان خاطر انت تصحح اي خطا فلا بد من ان تمحو اثاره، مش كده؟ يعني مثلا لو واحد ضرب واحد مثلا، احنا مش بنقول لا ما تضربوش وخلاص وبنقول له تعوضه او هنحبسك، يعني بنعمل ما يجبر الخطا الذي ارتكب. مظبوط، القتل فيه القصاص او فيه الديه. طيب هذا المحافظ اللي هو نقل التوكيلات بالسياره بتاعه المحافظه اللي هي من اموال الشعب، اللي المنافسين جزء من الشعب ده برضه، ولا هو احنا شعب وانتوا شعب حتى في دي؟ يعني السيسي ده من الشعب رقم واحد والمنافسين من الشعب رقم اتنين. وهذا المحافظ اللي اعلن ان هو هيدي توكيل لده، وبالتالي اثر معنويا وادبيا وقانونيا واداريا في راي المحافظه كلها. طيب موقف التوكيلات اللي اتعمل في المحافظه هننظر فيها؟ لا، ولا هينظر فيها ولا حاجه خالص. في تحقيق امر به رئيس الوزراء. لا ده معاه هو، انت غلطان. ماشي، وما يترتب عليه زي ايه بالظبط؟ زي كل الناس اللي سرقوا الفلوس فقلنا لهم ايه، الوزير ده مثلا متهم بانه سرق مليار ولا 2 مليار فنقيله. طب يا عم واللي سرق يقول لك خلاص بقى مش احنا اقلناه، اذا عاقبناه. عاقبته يعني ايه؟ قلت له كخ، ما تبقاش تعمل كده تاني. محمد سؤال صريح، هل من الممكن انها تكون عمليه مترتبه من البدايه، يعني توزيع ادوار انت هتعمل كذا، ولا هو فعلا عمل ده يعني من تلقاء نفسه وعوقب عليه او اقيل بسببه؟ الحقيقه لو كانت الامور مشيت ما كانش هيتعاقب، لكن هم بعد ما الريحه فاحت بتاعه الطبخه، حكايه انها مترتبه كلها من الاول، لا هم اقل مهاره من ذلك الحقيقه. يعني لو فكرنا في كده فاحنا بنديهم اكتر من حقهم، هم مش شاطرين قوي للدرجه دي. لكن هي الحكايه ان هم مشوا في سكه، وان في اخرين عاملين كده، وبكره وبعده الناس بس تدور كويس تفتش كويس هتلاقي في حالات من دي، والحالات اللي هتظهر بعد كده هيبدا بقى يفصلك فيقول لك لا بقى ده مش غلطان قوي، ما احنا مشينا اللي كان غلطان قوي بس ده مش غلطان قوي. هي الحكايه ان الراجل دوت مشي في هذا الطريق غير القويم، فبعد ما الحكايه بانت فلقى ان هو ممكن باقالته يكسب اكتر، فقال له طب نقيلك دلوقتي، عارف، انزل انت المحطه دي وابقى اركب بعد شويه وهنجيبك برضه انت راجلنا وفي عينينا وعلى راسنا. طيب. وكل حاجه يعني. طيب عايز بس اذكر الدكتور شوقي السيد وهو استاذ القانون بانه يتحدث عن مصلحه اسمها الشهر العقاري. الشهر يعني الاشهار، يعني الإعلان. يعني كل ما يوثق فيها فهو معلن ومشهر واطلع عليه الجميع، أو هذا هو المفترض. غير التصويت، يعني بتفرق بينه وبين التصويت. لا، هو قال دلوقتي إن اللي يروح يعمل تأييد في صمت. قال اللي يروح يعمل تأييد في صمت، اللي بيروح يعمل تأييد طبيعة الشهر العقاري، اللي بيروح يعمل التأييد ده بيعمله في الشهر العقاري، أي في الشهر أي في الإعلان. فكيف تعلن في صمت؟ يعني هذا كلام يناقض أوله آخره. ودلوقتي أنا رحت ووثقت أي ورقة في الشهر العقاري،
فجاء اي صحفي في اي صحيفه ونشرها، هذا من حقه، هذا من حق الصحفي هنا لا يكون مخطئا. فدلوقتي كمان يبقى زاد اشهار القانون باشهار الاعلام، ولا هنقول للصحفيين واللي بتوع القنوات وبتوع الاذاعات يا جماعه لا، ما تاخدوش الاوراق الموثقه في الشهر العقاري وتتحدثوا عنها باعتبارها حقائق ثابته. الصحفي اذا قال ان المحافظ فلان او المسؤول فلان او الوزير فلان قد قدم تأييده للسيسي، هنا لم يخطئ، لانه تحدث عن واقعه ماديه صحيحه وواقعه ماديه موثقه في اعلى درجات التوثيق في مصر. انتظرني. المساله الاخرى ان الواقع قانون، وانه كل المحافظين اللي جم هم محافظين تابعين للمؤسسه العسكريه مباشره او برضاها، المحافظين اللي موجودين دلوقتي. فدلوقتي لو انا جيت تجاهلت هذا الواقع الذي هو قانون، يبقى هو انا برضو لسه بتكلم في اطار القانون ولا انا خرجت خارج اطار القانون؟ طيب، رد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون الجنائي